يقول: أنا طالب علم ولكني مفتون بالنظر إلى الحرام، فما الحل في رأيكم؟ أولا بالنسبة للعلم، العلم في ذاته لا يصل الإنسان، وينبغي أن يعلم أن وجود المعاصي وتكرارها والإصرار عليها مع حرص الإنسان على العلم أن هذا مما يوجد النفاق في قلب المتعلم. فإذا أصر المتعلم على معصية وأكثر منها وتعمدها وترصد لها أن هذا مما يورث الإنسان النفاق والعياذ بالله. لهذا ينبغي له أن يخشى على علمه أن يسلب، وأن يخشى كذلك على إيمانه أن ينقص وربما يزول. كذلك أيضا فإن الإنسان الذي يعصي وهو يتعلم أنه أقرب الناس نكسة، وأعظم وجوه الانتكاس هو انتكاس الطالب العلم أو انتكاسة العالم. ولهذا من أعظم أسباب الانتكاسات هي ذنوب الخلوات، أن يترصد الإنسان وخائنة الأعين، كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: هو الرجل ينزله أو يتبوأ موضعا عند أحد ثم تمر زوجته فينظر إليها، وهذه خائنة الأعين. لهذا الإنسان الذي ينظر إلى الحرام سواء من مفاتن النساء أو العورات، أو ينصت مثلا إلى مسامع المحرم من الغنى أو التجسس على الناس ونحو ذلك، هذا من الفتنة والبلاء الذي يودي ويأكل من علم الإنسان ودينه حتى يزول. إذا أدرك الإنسان خطورة هذا الشيء تهيبه ونفر منه. كذلك أيضا أن يبتعد الإنسان عن أسبابه، إذا كان له أسباب يبتعد عن ذلك. إذا كان مثلا يتعرض لهذا عبر وسيلة إعلامية أن ينصرف عنها، أو عبر برنامج معين أن يبتعد عنه، أو عبر جهاز معين أن ينصرف عنه، فإن الدين وسلامته لا يعدلها